لماذا نحكم على الآخرين بسرعة؟ لأن عقولنا تحب الاختصار. نحن نبحث عن الفهم السريع، لا الحقيقة الكاملة، فنكون رأياً قبل أن نعرف القصة. أحياناً نحكم لأننا نخاف مما لا نفهمه. المختلف يربكنا، فنضعه في قالب مريح. الحكم يمنحنا شعوراً زائفاً بالتفوق، كأننا نقول: أنا أفضل منك، لكنه في الحقيقة يخفي عدم الأمان داخلنا. نحن نحكم لنحمي أنفسنا من الشك، ونحكم لأننا تعلمنا ذلك منذ الصغر. رأينا الآخرين يفعلون فقلدناهم. المجتمع يضع معايير، ونحن نكررها دون أن نسأل: هل هي عادلة؟ أحيانا نحكم لأننا مررنا بتجارب مؤلمة، فنعمم الألم على الجميع. شخص واحد جرحنا، فنخاف من الكل. الحكم يصبح درعاً، لا حقيقة. لكن الحقيقة أعمق من أي انطباع سريع. كل إنسان يحمل قصة لا نراها. خلف كل تصرف سبب خفي، ولو عرفناه قد يتغير حكمنا. المشكلة ليست في الآخرين دائماً، بل في الطريقة التي ننظر بها إليهم. عندما نتوقف عن الحكم، نبدأ بالفهم، وعندما نفهم، نقترب أكثر من الإنسانية، وربما نكتشف أننا كنا نحكم على أنفسنا أيضاً. إذا أعجبك هذا المحتوى، لا تنسى الاشتراك لمزيد من حقائق علم النفس.